بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، أسعد الله مساكم بكل خير. انتهت من لحظات مباراة منتخبنا المصري بفوز مستحق على منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف، بعد ما كان المنتخب متأخر بهدف. لكن حصل إصابة لعمر مرموش، ألف سلامة يا مرموش. ونزل بعديه تريزيجيه اللي سبحان الله بقى نجم المباراة. استطاع تريزيجيه يحرز هدف اول لمنتخبنا المصري في الدقيقه 42 من الشوط الاول، وايضا بعرضيه او اسيست ولا اروع لمصطفى محمد من ايضا تريزيجيه، ويحرز منتخب مصر الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد، ويفوز منتخبنا بهدفين مقابل هدف على منتخب غينيا في المغرب، ويصعد مباشره الى البطوله الافريقيه كاول مجموعه بغض النظر عن مباراته القادمه امام اثيوبيا في القاهره. لكن في نقط هنقف عليها سريعا تحت قيادة روي فيتوريا. دي المباراة السادسة لمنتخبنا المصري لم يتلقى هزيمة. روي فيتوريا النهارده كان في لعيبة النهارده حصل فيها تغيير كامل، لعبت كأساسي في المباراة النهارده زي مروان عطية ومحمود حمدي ومحمد هاني وبيكهام وكهربا اللي نزل الشوط الثاني، ومصطفى فتحي وايضا حمدي فتحي. ان منتخب مصر يفوز على منتخب غينيا النهارده، ومنتخب مصر ادى مباراه صحيح متوسطه المستوى، لكن في اللي قاله روي فيتوريا ان قال كان الان قبل المباراه نظرا ان اغلب لاعبي المنتخب كانوا من النادي الاهلي وكانوا لسه جايين من مباراه نهائي افريقيا، وكان يخشى الاجهاد عليهم. الف مبروك لمنتخبنا المصري. لكن كمان في النهارده خبر مهم جدا لعشاق الشياطين الحمر النادي الاهلي، لا سيما ان مجلس اداره النادي الاهلي النهارده وافق بعد مداولات ومشاورات مع مارسيل كولر اللي اعطى الضوء الاخضر بالموافقه على رحيل حمدي فتحي، بعد طلب حمدي فتحي ان ياخد فرصته في الاحتراف. ووافق النادي الاهلي على احتراف او بيع حمدي فتحي للوكرة القطري مقابل 3 مليون دولار. اتفقوا على كل حاجه، وتبقى الرتوش الاخيره لانتقال حمدي فتحي نجم النادي الاهلي. طب مين البديل؟ النادي الاهلي تقريبا بينهي صفقه محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر ليكون بديل لحمدي فتحي. طيب إيليو دانج كمان جاي له عرض، فالنادي الاهلي يكون في بديل قوي جدا للنادي الاهلي. تقريبا النادي الاهلي خلص فيه، لكن بتبقى برضه الرتوش الاخيره رغم عدم علم اللاعب نفسه، لكن النادي الاهلي اتفق مع النادي بتاعه على كل التفاصيل. طيب كمان في خبر يمكن يكون صدمه لبعض الاهلاويه، الا وهو حسين الشحات. حسين الشحات ابلغ مسؤول النادي الاهلي بالامس انه بعد ما اتفق معاهم قال لهم ان هو هيمضي العقد معاهم ويجدد مع النادي الاهلي، لكن جاله عقد احتراف خارجي في السعوديه او تقريبا الامارات. الرفض او القبول ده اللي هيبان خلال الساعات القادمه بعد رجوع حسين الشحات من مباراه منتخبنا المصري. بختم مع حضراتكم بذكركم دايما بدعمنا على قنواتنا على السوشيال ميديا يوتيوب وتيك توك والفيسبوك. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم.